شاليهات بتبدأ من 3 مليون وأنظمة سداد توصل ل 12 سنة. هو إيه اللي بيحصل في الساحل الشمالي؟ كمل الفيديو ده للآخر عشان تعرف أهم المشروعات اللي بتتم في الساحل الشمالي. أنا معتز الشناوي والعقار قرار. ايه المميز عندي؟ ان انت هتلاقيني بتكلم عن المشروع بكل الزوايا بتاعته. يبدا في الاول بنتكلم عن المطور سابقه اعماله، بنتكلم عن مين هم القائمين على تنفيذ المشروع، بعد كده بندخل على اللوكيشن، الماستر بلان، اللاي اوتس، المساحات، الاسعار، الفاسيلتيز والامينيتيز اللي جوه البروجكت، واهم حاجه بقولها في الاخر، المشروع ده هيبقى مناسب ليك لو انت بتدور على ايه. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا في المشروع. مشروع النهارده اسمه آت لشركة ليبرتي ديفلوبمنت. في الأساس هو مين أصلا شركة ليبرتي ديفلوبمنت؟ هي شركة جديدة تحت كيان متأسس من سنة 1987 وهو اسمه ليبرتي هولدنج. الشركة دي تحتيها كذا شركة تانية، أولهم هي شركة الصعيدي الوطنية للصلب، ده بالنسبة للقطاع الصلب. عندهم شركة تانية اسمها ليبرتي برودكشن، دي بالنسبه للجزء الخاص بالاعلام. وعندهم معارض عربيات وهي متمثله في اوتوموتيف فيوتشر، وهو ليه اكتر من فرع في اكتر من منطقه. رابع حاجه وهم ان هم داخلين بشراكات استراتيجيه ورياضيه في نوادي زي نادي زد لكره القدم. خليني اقول لك كل ده بيرأسه باشمهندس احمد دياب. باشمهندس احمد دياب هو دلوقتي رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشيوخ. فاحنا بنتكلم عن عباءه ماليه ضخمه، حتى لو المشروع ده بالنسبه لهم هو اول مشروع، ولكن في راس مال قوي جدا احنا بنتكلم عليه، وشركه بقى لها في السوق اكتر من 35 سنه. تاني حاجه هكلمك عن مشروع ات وعن اللوكيشن بتاعه. احنا بنتكلم عن اللوكيشن مميز جدا. ليه؟ في الكيلو 127 سيدي عبد الرحمن، بالظبط قدام مراسي. عشان تبقى متخيل المكان فين بالظبط، هو جنب ستيلا ووك وجنب ديبلو 3. المشروع عباره عن 106 فدان. بس ايه المميز في المشروع زي كده؟ 106 فدان لما بكلمك ان هو نسبه البنائيه جوه المشروع 14%، فمعنى كده ان هو مقدم فاسيلتيز وامينيتيز جوه البروجكت محترمه جدا. وخليني هقول لك دلوقتي هم عباره عن ايه. لما اكلمك ان المشروع 106 فدان، 60 فدان منهم بكلمك في لاجونز، وهو عامل اكبر بحر صناعي بشاطئ رملي في الساحل الشمالي. خليني اقول لك ان هو عامل 10 فدان دي منطقه تجاريه، وعامل اول مركز طبي متكامل في الساحل الشمالي، غير ان هو عامل 10 فدان منطقه ترفيهيه، يعني العاب مائيه وحاجات من كده. فهو مهتم جدا انه يطلع البروجكت الاول ليه بشكل مختلف عن كل المشاريع اللي موجوده في الساحل الشمالي. مشروع بالحجم ده الشركه قررت ان هي تستعين باكبر الاسماء في كل مجال. يعني على سبيل المثال، المسؤول عن الاستشارات الهندسيه في المشروع هي شركه ازور لباشمهندس عمرو عقيل، وده واحد من اكبر الاسماء اللي موجوده في الماركت. تاني حاجه استشاري تنفيذي هو باشمهندس محرم بخوم. تالت حاجه هم جابوا شركه بيوند عشان تكون مسؤوله عن الاعمال التصميم وتنفيذ الاعمال الترفيهيه داخل المشروع. جابوا شركه اي اف اس في الاداره، جابوا شركه اي ماك علشان تنفذ اللاجونز، جابوا شركه بوليجن عشان تبقى مسؤوله عن تنفيذ اللاجونز، وهي شركه من اكبر الشركات المتخصصه في حاجه زي كده. فهم استعانوا باكبر الاسماء في كل مجال عشان يطلعوا بمشروع قوي جدا ويبقى انطلاقه ليهم في عده مشاريع جايه قدام. هكلمك دلوقتي عن المساحات والاسعار. المساحات عندهم 3 مساحات: 1 بيدروم، 2 بيدروم، 3 بيدروم. ال1 بيدروم مساحتها تبتدي من اول 54 متر، بالنسبه لل2 بيدروم تبتدي من اول 77 متر، ال3 بيدروم تبتدي من اول 101 متر. طيب الاسعار، ال1 بيدروم تبتدي من اول 3 مليون، ال2 بيدروم تبتدي من اول 400، ال3 بيدروم تبتدي من اول 500. الميزه مش بس في السعر، الميزه كمان في البيمنت بلان. هم عندهم 3 بيمنت بلانز، عندهم 10% على 8 سنين ايكوال، 10% على 10 سنين ايكوال، 10% على 12 سنه ايكوال. ايه الفرق؟ البيمنت بلان اللي 10% على 8 سنين هتاخد السعر الافتتاحي بالنسبه للمساحه وليكن ال1 بيدروم اللي هو 3 مليون. طب هتقسط على 10 سنين ايكوال انستولمنت هتاخد نفس الوحده ولكن سعرها هيبقى 3300. طيب لو هي بس على 12 سنه هيبقى سعرها 3500. كل اللي بكلمك عليه ده ايكوال انستولمنت، مفيش اي دفعات في النص، ودي ميزه. طيب دلوقتي بقى المشروع ده مناسب لمين؟ خلي بالك الاسعار اللي انا بكلمك عليها دلوقتي ده اسعار الطرح الاول، يعني احنا لسه الاسعار دي ما زادتش، والمتوقع ان هي هتزيد اول ما ندخل او اول ما نخلص اللونش الاولاني. طيب الاسعار دي مناسبه لمين؟ او الاستثمار في مشروع زي كده مناسب لمين؟ لاي حد عايز يستثمر في القطاع الساحلي ويبقى لونج تيرم انفستمنت، لانك انت هتدفع داون بيمنت قليل، هتاخد فتره سداد طويله، التشغيل هناك هيبقى تشغيل ممتاز. على سبيل المثال انت لو عندك مثلا بصينا على جولف بورتو، انت هتبص على الايجارات النهارده اقل يوم بيتاجر ب4
4000 في اليوم، لو مثلا في البيك ممكن يوصل ل5 على حسب المساحه الخاصه بيك او حسب اللوكيشن كمان بتاع الشاليه. احنا بنتكلم في انفستمنت محترم جدا، بنتكلم ان مشروع الفاسيلتي اللي فيه محترمه جدا. هو لحد دلوقتي وانا بتكلم معاك ما فيش اشتراك للشط، يعني ان هو المشروع مش على البحر مباشره فما فيش اشتراك للشط، ولكن متوقع في الفتره اللي جايه انه يكون طبعا هيوفروا اشتراك للشط. فالمشروع زي كده انفستمنت هيبقى كويس قوي. اللي عايز يدفع داون بيمنت قليل ويقسط على فتره سداد طويله وحتى تقدر تستعمل المشروع بتاعك وتستثمر برضو في مكان مميز جدا قدام مراسي في سيدي عبد الرحمن، فده هيبقى مشروع ممتاز. الاي او اي دلوقتي 50000 مسترده بالكامل، احنا في مرحله الاي او ايز. فلو حابب ان انا اساعدك في ان انت تختار وحدتك وانك تشتري صح، تقدر تتواصل معايا وهكون معاك في الرحله دي. ولو حابين تعرفوا اكتر عن المشاريع اللي نازله لونش سواء في التجمع الخامس او في العاصمه او في الساحل الشمالي او في زايد، اكتبوا لي اسم المشروع في الكومنت وانا هعمل لكم فيديو مخصوص فيه شرح كامل للبروجكت. انا معتز الشناوي، والعقار قرار.